قانون جديد للتعليم المدرسي في المغرب، إجراءات مشددة وغرامات على الأسر والمدارس الخاصة. البرلمان صادق على واحد المشروع قانون ديال 2159 اللي غادي يعيد تنظيم التعليم في المغرب خلال السنوات المقبلة. فشنو هما الغرامات، شنو هما الإجراءات، شنو هما القوانين اللي جا بها هذا المشروع اللي كيتعلق بالتعليم المدرسي بالمغرب؟ فهذا هما اللي غادي نعرفوا في الفيديو وحده بوحده، فخليكم معنا. فيما يخص الغرامات الموجهة للأسر، القانون كيلزم الآباء يسجلوا الأبناء ولا ولادهم في سن التمدرس، يعني اللي وصلوا سن التمدرس، والغرامات كتراوح ما بين 2000 و 5000 درهم وكتضاعف في حالة العود. يعني التعليم إلزامي كيشمل الأطفال اللي السن ديالهم كيتراوح ما بين 4 إلى 16 سنة، بما فيهم الأطفال في الوضعية الخاصة، يعني في وضعية إعاقة أو من ذوي الاحتياجات الخاصة. ثانيا، التصريح المبكر بالأطفال، يعني خاص التصريح بالطفل من يوصل يعني العامين وكيتجدد التصريح كل سنة حتى يلتحق بالمدرسة. وكل طفل غادي يحصل على معرف رقمي موحد كيواكبو في المسار الدراسي ديالو. وإلا الأسرة ما سجلتش الطفل ديالها في المدرسة فراه كتكلف الأكاديمية بالتسجيل يعني التلقائي ومتابعة والحضور ديال الطفل في المدرسة. يعني الأكاديمية هي غادي تكلف في حالة إلى الأسرة ما سجلتش الطفل ديالها باش يقرأ، فيعني الأكاديمية هي كتكلف باش تسجلو وتتابعو يعني في الحضور ديالو والعملية التمدرس ديالو. أما فيما يخص مدارس التعليم الخصوصي، القانون شدد المراقبة وفرض غرامات بين 10,000 درهم و 50,000 درهم، يعني على المؤسسات اللي كتشتغل بلا ترخيص ولا كتوسع النشاط ديالها بلا إذن ولا بلا رخصة ولا بلا موافقة، وكتستعمل كتب ومناهج يعني ما مرخصاش. ونفس الغرامه يعني كتطبق على هاد المدارس اللي ذكرنا في الاول، اللي كتحرم التلميذ من الدراسه ولا يعني باش يعاود يتسجل ولا باش ما يدوش الامتحان، ولا يعني كتمنع شهاده المغادره، ما كتبغيش تعطيه شهاده المغادره، ولا يعني المدارس الخاصه اللي كتسالي العام قبل الوقت، قبل التاريخ المحدد. في حالة العود ولا ارتكاب نفس الخطأ فراه يعني الغرامة كتطلع وكتولي ما بين 70,000 درهم حتى ل 100,000 درهم. فهذا هو يعني اللي جا به هذا المشروع قانون باختصار، وتحياتي وشكرا للجميع.